السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم درت واحد الطورطيه جات رائعه، قلت علاش ما نصورهاش ونشاركها مع الحباب ديالي. درت مع عجنت واحد الخبيزات، اش غنقول لكم على مزيناتهم، جاو بالزرع والفرينه. فرينه راه رخص من الفورس راه فيه 8 ديال المواد كيميائيه، من الاحسن حيدوها. بارك علينا حنا عفارينا فرينه والزرع الكامل. جات غزاله. الا بغيتو ندير معكم الطريقه نقولوا لي في التعليق ونديرها لكم. وجدت واحد الطورطيه درت معاها واحد الفيلي ديال الميرلا في البلانشه، وتغديت مع راساتي جات رائعه. اجيو معايا نوريكم الطورطيه كيفاش كنديروها. تقدروا ديروها لوليداتكم في العشاء ولا في الغداء، كتجي رائعه. وسورتو الوليدات راه كيبغيو بحال هاد المسائل، جات بالخضره كتحمق. وعلى بركه الله اجيو معايا نبداو نوريكم. بقاو معايا حتى الاخر، وما تنسونيش من لايكات تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والاشتراك للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه. مرحبا بكم عندي، او بالاحرى عند عاطف مليكه. هذه قناتكم ماشي قناتي. شكرا بزاف. على بركه الله نبداو. غنحتاجو واحد الجزره اللي غنقطعوها مربعات صغار بحال هكذا، تقطعوها كامله بحال هكا مربعات صغار. وندير واحد شويه الماء يطيب حتى يطيب، وعاد نديرو فيه الجزره ديالي بعد ما درت فيه شويه الملح وشويه ديال الزيت البلديه. غناخذوا واحد الفلفله حلوه ونديروها تشوى فوق الفورنو، ولا بغيتو ديروها في الفران ماشي مشكل. هنا عندي 3 ديال البطاطات حتى هما غنقطعهم بنفس الطريقه ديال الجزره، وانا كنقطع فيهم كنرد البال الفلفله ديالي اللي كتشوى فوق الفورنو فوق النار. منين نقطع البطاطا كامله غتكون الجزره دارت واحد نص طيبه، غنضيفوا عليها البطاطا حيت هي كطيب بوقت ناقص على الجزره. ناخذوا واحد البصيله صغيره بحال هكذا ونقيوها ونقطعوها حتى هي مربعات بحال الجزره والبطاطا. ما غنوريكمش كيفاش تقطعوا، بحال هكا نفس التقطاع. وبعد ما نقطعوها كامله بحال هكذا نمشيو نطلعوا على الفلفله ديالنا اللي درناها كتشوى. غنبقاو نقلبوها حتى كتشوى كامله، ومن بعد نديروها في واحد البلاستيكه او في بابي سولوفان باش نخليوها يرجع داك البخار ديالها على بعضها، وكتنقى لينا بطريقه سهله وبسيطه. غنقيوها بواحد الطريقه زوينه بلا ما نقربوها للماء، نحيدوا ليها القشره ديالها بحال هكذا، وناخذوا واحد الورق ديال المطبخ او البابي اسويتو ولا شي شيفونه نقيه، ونبقاو نحيدوا بها داك القشور ديال الفلفل اللي عندنا شويناه بلا ما نستعملوا الماء، لحقاش الماء كيبسلها شويه. من الاحسن ما نستعملش الماء. ونقطعوها حتى هي بنفس الطريقه مربعات صغار. ملي كطيب لينا البطاطا ديالنا والجزر كنصفيوه في واحد الشبيكه ونخليوه يتصفى. نحطوا المسائل ديالنا. هنا عندي 6 ديال البيضات، 6 ديال البيضات. هنا نزلت غير 5 ولكن انا غنزيد 6. واحد المعلقه ديال القزبر ومعدنوس اللي كنت انا مقطعاه ودايراه في واحد القريعه بالزيت، نهاشيه ونديرو في قريعه. هنا هادو البيض راه ماشي بلدي، هاد البيض راه غير كروازي. غناخذوا شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار الفلفل الاسود
وناخذوا لي هنا واحد المقيله ديالنا اللي ما كتلصقش، نضيفوا عليها واحد شويه ديال الزيت البلديه الجاد اللي ما يلصقش لينا الطورطيه ديالنا. نخليوها تتحمر واحد شويه، نضيف عليها البصله اللي قطعت مربعات صغار، نشحرهم شويه حتى يدبلوا. مع التحراك الدائم باش ما تلصقش لينا. ونضيف عليها بطاطا والجزره ديالنا اللي سلقناهم. دابا غنسوطيهم واحد شويه، نحمرهم واحد شويه مع البصله ديالنا. نضيف عليها واحد شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. ديروا الملحه اللي عندكم، انا كنستعمل هذيك الملحه، ماشي مضطرين ديروا نتوما ديك الملحه، ملحه الهيمالايا ماشي مضطرين ديروها، ديروا الملحه العاديه. هذيك الملحه انا كنديرها في المسائل اللي كتكون عندي هكا بسيطه، ماشي ما كنملحش بها كلشي. نفقص البيضات في واحد البول، نعيد عاوتاني هذاك البيض اللي كنستعمل راه ماشي بلدي، راه غير كروازي، لقيته كيتباع حيت كبير عجبني خديته. نضيف الفلفل ديالي اللي شويتها وحمرتها وقشرتها، نضيفها على الخضره ديالي. نضيف واحد شويه ديال البزار وشويه ديال الملح على البيض ونطربو مزيان، نطربو بالطراب اليدوي. ونضيف على البيض ديك المعلقه ديال القزبر معدنوس اللي مقطع مزيان ورقيق. نطربو مزيان حتى يتجانس، وما نساش نبقى نحرك الخضره ديالي اللي فوق من النار باش تحمر ليا كامله، مع الفلفله مع البصله مع الجزر والبطاطا. منين نحس بها تحمرت مزيان والبيض نطربو مزيان حتى يتجانس كامل، ما يبقاش ليا مهزول البيض من الصفر، نضيفو على الخضره ديالي اللي كنحس بها تحمرات. نضيف عليها البيض ونحاول نغطي به الخضره ديالي كامله. نغطيها بشي حاجه، انا بغيت نغطيها بالغطاء ديال الزاج، بالحق ما جاش قد المقله. نغطيها بهاد الطبسيل، غطيتها بالطبسيل اللي غيجيني قد المقله، وفي نفس الوقت نقلب فيه الطورتيه ديالي. ونبقى مره نحرك، نشوف من الجناب واش طابت مزيان من التحت، حيت ملي كنحرك المقله وكتحرك منها فوق منها الطورطيه راها كتكون ديك الساعه طابت من التحت. ونبقى ندخل سباتول الوسط في الخضره الوسط باش البيض اللي عندي باقي ما طابش كيدخل ليا من تحت الطورطيه. بعد ما كطيب لينا الطورطيه كنقلبوها في نفس الطبسيل اللي غطيته بها. غادي نقلبها بالحق، ردوا البال ديروا واحد السربيته ولا شي حاجه ديروها باش ما تحرقوا، لحقاش المقله كتكون سخونه، باش تشدوا المقله بيديكم، لحقاش الا ما شديتوهاش غيطيح لكم كلشي.
وهذا الشيء اكيد راه النساء اللي كيدخلوا الكوزينه دائما كيديروه، ولكن انا كنهضر للبنيتات الصغار اللي اول مره كيشوفوا واحد الحاجه ما عارفينهاش. نقلب الطبسيل في المقله بحال هاد الطريقه، بهاد الطريقه، ونحاول داكشي اللي ما طايبش ندخلو لتحت. هنا هاد الشرح المبسط وسهل وشرح طويل، راه ما كنعطيش للعيالات اللي كيعرفوا يديروا هذا الشيء. حنا كنعطيه بحال كاينين وليدات الولاد اللي ساكنين بوحدهم، كاينين بنيتات اللي ما عمرهم دخلوا الكوزينه، كاينين بزاف ديال الناس اللي الا شافوا الفيديو يستافدوا منه. بعد ما حسيت بها طابت الطورطيه ديالي، انا قلبتها في الطبسيل اللي نفسه نقدم فيه. جات رائعه. ما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللايكات، ولا تنسوا اللايكات. لايكات راه كيكونوا المشاهدات كثيره ولكن اللايكات قلالين بزاف. وشكرا لكم، شكرا لدعمكم للقناه، شكرا لدعمكم ليا، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينين، والى فيديو قادم ان شاء الله.